95% من الشعب المصري او من محللين الرياضه او من اللي بيتابعوا الرياضه ما بيفهموش كوره، فيعني ده تصريح. احنا وصلنا لمرحله ان يتم التهديد على العلن صفقات النادي الاهلي. انا كنت اتكلمت معاكم برضو، هو حاليا بيلعب في اوروبا بنسبه كبيره جدا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ونبدا حلقتنا سريعا كده المره دي ونتكلم في موضوع قفشه. طبعا قفشه كان عنده لقاء مع الاعلامي المحترم اللي انا للامانه بعزه جدا وبحب اتابعه جدا جدا جدا، وهو الاعلامي ابراهيم فايق. كان عامل لقاء مع محمد مجدي قفشه، لقاء للامانه يعني ممتع وجميل وعفوي وكلام طالع من القلب. ولكن يعني في ناس كتير قوي علقت على قفشه وقالت لك ان قفشه الشيخ حسني وركب المكنه وهاتك يا تخبيط في كل حاجه في الرياضه المصريه. ولكن انا للامانه انا بعز محمد مجدي قفشه جدا. محمد مجدي قفشه يا جماعه، اللي ما يعرفوش يعني على المستوى الشخصي او من قريب، فمحمد مجدي قفشه لاعب طيب جدا اللي في قلبه على لسانه. عارفين يا جماعه ان المعظم دايما بيبقى لابس ماسكات، بيبقى عنده سياسه حواريه، بيعرف ان هو يتكلم قدام الكاميرا، بيعرف من الاخر كده يجمل الكلام ويقول كلمتين حلوين. ولكن محمد مجدي قفشه ما عندوش خالص الثقافه دي او ما عندوش الطريقه دي. هو بيتكلم بعفويه وتلقائيه تماما. والدليل على كلامه انه طلع قال لك 95% من الشعب المصري او من محللين الرياضه او من اللي بيتابعوا الرياضه ما بيفهموش كوره. فيعني ده تصريح يعني يؤخذ طبعا على محمد مجدي قفشه. ولكن هو مش قصده كده يا جماعه. محمد مجدي قفشه قصده يقول في لعيبه بتبذل مجهود كبير ولكن الناس بتبص على اللي بيجيب الهدف، وهي دي الكوره يا قفشه. اللي بيجيب الجون بيبقى هو ده عريس اللقاء زي ما بنقول، او بيبقى هو ده اللي بياخد السوكسيه او اللي بياخد التشجيع والاحتفالات والكلام ده كله. ولكن احنا بنحبك يا قفشه. تاني حاجه برضو قفشه بيتكلم فيها، وان هو طبعا يعني ابراهيم فايق قال له اهدى يا قفشه. وانا عايز اقول لكم بقى حاجه، انا شغال في الاعلام عامه بين الفواصل. ابراهيم فايق انا متاكد مليار الميه ان هو هدى قفشه. يعني اهدى يا قفشه اهدى، ما توديناش في داهيه وتودي نفسك في داهيه. وفي اخر اللقاء ابراهيم فايق قالها له، قال له انت لو مع مذيع تاني كان سرحك او كان سلمك للناس كلها. لان يا جماعه قفشه على طبيعته جدا وللامانه احنا يعني نشكر طبعا ابراهيم فايق ان هو ما حبش ان هو يعمل اللقطه او ان هو يسلم قفشه زي ما قال له في اخر اللقاء. ولكن فعلا فعلا يعني ابراهيم فايق على قد ما قدر يعني حاول ان هو يحتوي قفشه ويحتوي طيبه قفشه والتلقائيه بتاعته وكلامه. طبعا هو طلب شاي بلبن. يعني يا جماعه ابراهيم فايق بيقول له نجيب لك كده مشروب كده في الفاصل وتهدى يا قفشه. قال له لا انا عايز شاي بلبن. معليش فيه، انا عايز شاي بلبن وسقسق ببقسماط. لاعب غلبان ولاعب طيب ولاعب يا جماعه. الصراحه انا بعز محمد مجدي قفشه جدا جدا جدا. فيعني تلقائيه طبيعيه. وحلقه لو ما اتفرجتش عليها حاول تروح تتفرج عليها، بس مش دلوقتي. يعني اوعى تقفل حلقتي وتروح لقفشه، لا خلص كده الحلقه كده، نشرب الشاي مع بعضينا اهو وروح بعد كده اتفرج على قفشه براحتك. فيعني ده باختصار لقاء قفشه او كلامي على قفشه. مش عايز الناس تفهم قفشه غلط. قفشه يا جماعه طبعه كده. هو في الاخر قال لك اللي قال لابراهيم فايق ايه؟ قال له انا مش هطلع في برامج تاني ومش هتكلم تاني ودي اخر حلقه ليا يعني. قال لك انا بخبط وما بعرفش حل الكلام. هي دي الفكره، ان قفشه مش بيعرف يحل الكلام. بس يا جماعه اللاعب ده بيتكلم بتلقائيه وعفويه، فالصراحه تحبه. يعني هو الراجل اللي في قلبه على لسانه زي ما بنقول، اللي في قلبه على لسانه. عكس بقى، عكس الصراحه، ده واحد لاعب في النادي الاهلي كل فين وفين بيطلع في الاعلام وقال لك انا مش عايز اطلع تاني. ما بالك المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، مش نادي صغير، ده نادي الزمالك. اما المتحدث الرسمي اللي اسمه احمد سالم يطلع على العلن ويحرض جماهير الزمالك للاعتداء على كهربا، اهو ده بقى اللي مش مسموح خالص. ودي مش عفويه ولا تلقائيه، لا ده انت شغلتك متحدث رسمي باسم نادي الزمالك انك تخرج
في مكالمه تليفونيه مع طبعا الصقر احمد حسن. وانا هنا بلوم على احمد حسن ان الموضوع خلاص يا جماعه خلص، ويعني مناوشات او يعني الاثنين بينكشوا بعض، شيكابالا كهربا امام عاشور بينكشوا بعض يا جماعه، والموضوع مات وخلص. تطلع انت تسخن الدنيا يا احمد يا حسن، والراجل يولع في المكالمه ويرد الرد ده ويقول جماهير الزمالك في منها العصبي وفي منها الهادي، وممكن لو شافتك يا كهربا تضربك. يا جماعه هو الكلام ده بجد؟ يعني هو فعلا احنا وصلنا لمرحله ان يتم التهديد على العلن؟ يا جماعه هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ فين رد اداره الاهلي على اللي بيحصل ده؟ ده تهديد علني صريح على اللاعب بتاعك. فيعني حاجه الصراحه غريبه جدا 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 يعني. عايزين بقى نتكلم كمان عن الشحات والشيبي. اخر التطورات في موضوع الشحات والشيبي، انا كنت طلعت في حلقه واتكلمت وقلت على اداره النادي الاهلي ان هم يصعدوا للفيفا والاتحاد الدولي والكلام ده كله، ولكن حتى اللحظه اللي بسجل فيها الفيديو مع حضراتكم وهيترفع فيها على قناتي على اليوتيوب، مفيش اي تحرك رسمي من اداره النادي الاهلي في موضوع الشحات والشيبي. حاولت اعرف الاسباب وحاولت اعرف اكتر، يا جماعه انتوا ليه ما وصلتوش للاتحاد الدولي علشان تقدموا شكوى؟ الصراحه الموضوع ان الاهلي يعني ما بيتكلمش في النقطه دي خالص، وخافي الموضوع تماما، ومش عايز يعلن للاعلام نهائي خطواته في الموضوع ده ايه. زائد كمان ان موضوع ايقاف اتحاد الكره للشيبي ده خلى النادي الاهلي ومحامي النادي الاهلي على اتصال بسويسرا، محامي في سويسرا تبع النادي الاهلي برضو، بيتم التواصل مع بعض علشان يشوفوا هيعملوا ايه الفتره اللي جايه. عايزين بقى نتكلم في الموضوع اللي بعد كده، وهو طبعا منتخب مصر يواصل استعداداته للقاء بوركينا فاسو ان شاء الله، اللي هيكون يوم الخميس القادم تقريبا الساعه 10 مساء. نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا في مباراتي تصفيات كاس العالم امام بوركينا وغينيا، ولكن عندنا ازمه في الباك الشمال، وده موقف غريب قوي. يعني النادي الاهلي فيه ازمه لانه نادي، ولكن انت منتخب، فانت معاك لعيبه مصر كلها، تقدر تضم لعيبه زي ما انت عايز. فان منتخب يكون عنده ازمه في باك شمال، ده الصراحه موقف مش لطيف خالص، ولكن ان شاء الله هنعديه على خير وننتصر باذن الله في المباراتين، ويبقى كده بنسبه كبيره قطعنا شوط كبير في التاهل باذن الله الى كاس العالم. اخر موضوع معانا بقى وهو صفقات النادي الاهلي سريعا كده يا جماعه. يحيى عطيه الله، انا هنا هقف شويه في موضوع يحيى عطيه الله. ليه؟ اولا يحيى عطيه الله هو باك شمال عنده 29 سنه، اذا هو لاعب كبير ما هوش لاعب صغير. ممكن يديك سنتين ثلاثه كمان. في ناس بتقول لك الصفقه تمت وخلصت، انا بقى عايز اقول لك ان الصفقه لسه ما خلصتش، ولسه فيها كلام ما بين وما بين لا. ولكن بنسبه كبيره جدا محمد كوناتيه احتمال بنسبه كبيره ان هو ينضم للنادي الاهلي زي ما قلت لكم طبعا وانفردنا بالكلام ده، ولكن لسه هنشوف كوناتيه في مباراه بوركينا فاسو اللي هي هتكون امام مصر طبعا. هي دي المباراه اللي ممكن بنسبه كبيره يتم فيها التعاقد مع محمد كوناتيه، ولكن وكيل اعمال محمد كوناتيه كان يفضل احتراف كوناتيه في اوروبا. وحاليا الامير توفيق طبعا بيحاول مع وكيل محمد كوناتيه انه يقنعه باللعب في النادي الاهلي، وان النادي الاهلي زي اوروبا، والنادي الاهلي هيشارك في كاس العالم او مونديال الانديه بقى، وكمان هيشارك في الانتر كونتيننتال، والنادي الاهلي طبعا حاصد للبطولات فهيضيف لكوناتيه طبعا. فلسه في كلام في الموضوع، ولكن مباراه مصر مع بوركينا بنسبه كبيره هيتم التحديد فيها يا اما كوناتيه اهلاوي يا اما كوناتيه مش اهلاوي. ده باختصار صفقات النادي الاهلي. وطبعا لسه النادي الاهلي متكتم برضه تماما في صفقاته، لان في كذا لاعب، في لاعب افريقي برضه بيلعب باك شمال وحاليا بيلعب في اوروبا. النادي الاهلي متكتم في الموضوع ده، فلحد ما نوصل لمعلومات اكيده باذن الله هاجي واقولها لحضراتكم على طول. عايز اقول لكم طبعا ان بنسبه كبيره رحيل موديست اكيد، وفي كلام على عوده القندوسي، وفي كلام على محمد الضوي كريستو. لسه الاهلي هيرجع يلعب مؤجلاته في الدوري، عنده مباريات كتير وضغط كبير. ممكن نشوف كريستو في الضغط ده هل هيثبت نفسه، ولا هل اللاعب هيبقى لسه عنده اصابات ومش مؤهل انه يكون معانا. ولكن كريستو بنسبه كبيره لو خرج من النادي الاهلي فهو احتمال يخرج اعاره، لان انا وجهه نظري ان كريستو لاعب مهاري كويس جدا، ولكن ينقصه
بعض الخبرات وينقصوا اللعب والاداء وان احنا نشوف واللياقه والكلام ده كله. فهيحصل ايه في النادي الاهلي؟ هيحصل ايه في الصفقات؟ تابعونا باذن الله باستمرار، هنقول لكم تطورات الصفقات باذن الله. اول ما تبقى معانا معلومه مؤكده هنطلع ونبلغها لحضراتكم ان شاء الله على طول. كده مواضيعنا خلصت وحلقتنا خلصت. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. وقفشه ما تزعلش منه، قفشه طيب وعلى نياته. شكرا لكم، سلام عليكم.